ثم تأتي ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض، بحيث القرآن لم يبح الهجرة فقط. الهجرة في سبيل الله ليست أمرا مباحا فقط، لأن هناك اتجاه الآن لتجريم الهجرة، وكأن الهجرة تخرج خارج عن سنن الله سبحانه وتعالى، وكأن الهجرة خروج من ميدان العمل، خروج عن مسرح العمل الإسلامي، بينما الهجرة ليست كذلك. القرآن الكريم لم يأذن بالهجرة فقط، وإنما ندد بالذين لا يهاجرون في سبيل الله إذا استحال عليهم أن يعيشوا دينهم. الأرض كلها أرض الله سبحانه وتعالى، والمسلم مدعو إلى أن يعيش إسلامه، فإذا استحال عليه أن يعيش إسلامه في أرض فعليه أن ينتقل. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ما يحل لمؤمن أن يقول والله استحال، يعني الظروف منعتني من أن أعبدك يا الله. قل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لا يجدون سبيل الهجرة، ولا يهتدون سبيل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن الأصل ما هو؟ ومن يهاجر في سبيل الله. وهذا تشريع أيضا، تشريع، لأن الهجرة أن يختلع الإنسان من أرضه، هنالك خشية حقيقية أن يضيع أن يجوع. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ندد بالذين لا يهاجرون شجع، قال اخرج من أرضك إلى أرض الله الواسعة، وأنا أضمن لك أن تعيش عيشة كريمة، بل أكثر من ذلك أضمن لك أن أوفر لك ما تراغم به أنف عدوك. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض خلاف ما هو متوقع أنه سيضيع ويضعف بالجوع. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، أي يجد من الوسائل، يوفر الله له من الوسائل ما يراغم به أنف عدوه. ولذلك ترى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المراغمة التي حققتها لأعدائه هي التي نعيش في ظلها حتى الآن. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، سعى في الرزق، وسعى في نشر الدعوة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعاه. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. يمكن يموت، إذا الإنسان موش يكون يموت في مهجره، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولذلك الخشية على المهاجر ماذا؟ مش أن يموت في مهجره، قد يموت في مهجره، قد لا يحقق، قد لا يعود جيل إلى أرضه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى وعد وعود المهاجرين بماذا؟ وعدهم بأنهم لا يضيعون، وعدهم بسعة الرزق، وعدهم بتمكينهم من أدوات تراغم أنف عدوهم. والآن يعني هذه وسائل الاتصال الحديث التي يفعلها الشباب المسلم ورجال الدعوة هي مما وفره الله سبحانه وتعالى من أدوات المراغمة. وعد بعد ذلك أكثر من هذا، قال ممكن أن يموت جيل في المهجر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة من القرآن الكريم وعد المهاجرين في سبيل الله أن يعيدهم يوما. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يوقته أن يعيدهم أعزاء كرماء. ولذلك اعتبر القرآن الكريم أن إخراج الإنسان من أرضه جريمة. إخراج الإنسان من أرضه جريمة كبرى، عقابها ماذا؟ عقابها
أن من أكره على الخروج من أرضه وعده الله أن يعيده إلى أرضه، ووعد الظالمين الذين أخرجوه وعدهم بعقوبات عظيمات. ولذلك ورد من سورة إبراهيم ماذا ورد في شأن الرسل وأتباع الرسل، وعدهم بماذا؟ قال نعم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، أرضهم يعني الطغاة يتصورون هذه أرضنا، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا هو خيار، ما فيش الجواب. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. متى يكون هذا؟ عندما يرى الله، عندما إرادة ربنا